وقد قرأ ظهير تولية العربي بن بلال عاملا على الرباط بالجامع الكبير يوم 7 رمضان عام 1230 هجرية موافق 13 غشت سنة 1815. وإثر ذلك استلم منصب الباشوية بحضور جم غفير من سكان المدينة وبحضور البحرية والطبجية وقاضي المدينة عبد القادر مرين. 30 مكانة ابن بلال لدى السلطان المولى سليمان. شكل العربي بن بلال أحد ركائز دولة مولاي سليمان، إذ كان السلطان يصحبه معه في جميع حركاته وحماته العسكرية التأديبية. ففي شهر شوال عام 1230 هجرية موافق شهر شتنبر سنة 1815 قدم عرب الويدان بقيادة ابن بلال مساعدة حاسمة للسلطان ضد الشاوية، بعد أن انتصر السلطان على المزامزة الذين تشفع فيهم العربي بن بلال وعامل بني حسن، فقبل السلطان شفاعتهما على عكس ما كان يرغب فيه عامل الشاوية عبد الخالق كريران الحريزي. ولما عاد ابن بلال إلى الرباط التي كان قد عين فيها الحاج فرج خليفة له تلقته المدينة بالطبل والبارود، الأمر الذي يدل على مكانه الرجل عند السلطان وعند أهل مدينة الرباط، وكذلك مكانة إخوانه الحربية. وعندما أراد السلطان مولاي سليمان القيام بحركة إلى تافيلالت لتأديب قبائل أي عطاء، أصر على استصحاب الباشا العربي بن بلال بالرغم من مرضه، وأشرف السلطان بنفسه على مداواة عامله ابن بلال بالأشربة والأدوية، وبعث له البعض من جواريه يصمتونه بورق الكرنب مدهونا بالزيت، ويبعثه للحمام ويعوده كثيرا ويسأل عليه كل حين حتى وجد الراحة وسار معه حسب تعبير الضعيف الرباطي. ويظهر أن العربي بن بلال كان من دهاة الحكام، إذ ظلت إيالته خاضعة لسلطته طائعة للسلطان مولاي سليمان، وكانت علاقة الرجل ودية مع قبائل بني موكيلد التي كان يصطاد بأراضيها. ففي عام 1232 و 1816 يذكر الضعيف أن بني مكليد تلقوا الباشا العربي بن بلال بالبارود وصنعوا له 40 قصعة، وكل قصعة بين 4 نساء يحملنها. وإلى حدود عام 1230 و 1814 كان الباشا بن بلال لا يزال يقطن في خيمته بزعير، إذ كان الغالب على سكن عرب الويدان الخيام، كما كانت له دار برباط الفتح نفذها له السلطان مولاي سليمان 40 وفاة العربي بن بلال. إلى حدود عام 1233 و 1817 كان العربي بن بلال لا يزال يشغل منصبه كباشا على مدينة الرباط وعرب الويدان، لكن بعد هذا التاريخ غاب ذكره. وقد وقفت في بعض التقاييد مؤرخة في عام 1235 و 1818 على ذكر القائد الميلودي بن بلال، وتذكر الرواية الشفوية أنه بعد وفاة العربي بن بلال حل محله ابنه الميلودي، لكن نفوذه شمل فقط بعض قبائل زعير. وبالجملة فإننا لا نستطيع نظرا لانعدام الشواهد أن نجزم بمصير حكم العربي بن بلال، لكن الرواية الشعبية تشير إلى أنه قتل غدرا من طرف بعض خدمه في مكان يعرف بمكرن الويدان ملتقى الأودية، فيكون ذلك حوالي عام 1235 هجرية أو بعده، ودفن بمقبرة سيدي أحمد الركيك المبارك المتواجدة بفخدة العيايشة من فرقة الحوامد النجدية. 50 قصبة العربي بن بلال بزعير. إذا كانت بلاد زعير اليوم خالية من قصبات القياد والباشوات، فإن الاستثناء الوحيد هو صمود قصبة العربي بن بلال للأحداث وبقاء جدرانها قائمة إلى اليوم، دالة على مجد غابر وحكم قوي قاهر. وقد شيدها على الضفة اليسرى لواد بوعياد، يعرف كذلك بواد القصبة بفخدة العيايشة بفرقة الحوامد بقبيلة النجدة، وهي عبارة عن كتلة ترى من بعيد ذات أسوار مبنية من التراب المدكوك بشكل متين، لها أبراج خارج الزوايا وأخرى تنصف الأسوار، وهي من أهم الآثار بمنطقة زعير، ونموذج من نماذج قصبات القرن 13 هجري 19 ميلادي. وقد ظلت هذه القصبة في عداد المآثر التاريخية المجهولة علميا مثل صاحبها العربي بن بلال، والمنسية محليا من طرف السكان والمسؤولين، رغم أن صاحب القصبة كان عماد دولة السلطان مولى سليمان، فلم يشر إليه حسب علمنا سوى الضعيف الرباطي في مؤلفه تاريخ الدولة السعيدة. إن الحالة البنائية لهذه القصبة في ترد وتقهقر مستمرين، فقد اندثرت الكثير من معالمها بفعل الطبيعة والإنسان، وقد بنيت على شكل مربع طول كل ضلع حوالي 50 متر، تحيط بها 6 أبراج بعضها اندثر، 4 منها شيدت في الزوايا، وهي كذلك مربعة الشكل، قياس كل ضلع حوالي 3 أمتار ونصف.
الأسوار الحالية التي لا زالت قائمة يبلغ علوها حوالي 3 أمتار وعرضها 1 متر.